السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. وش راكم دايرين في هذا البرد؟ الحمد لله يا ربي جانا البرد والأجواء الشتوية الزاورة وروح الهي. الحمد لله يا ربي، وربي إن شاء الله يجعله غيثا نافعا. راه الأمطار في البلاد كامله ان شاء الله تكون امطار خير. حبيت نشارك معكم هنايا العوله تاع الشتاء اللي درتها باللوبيا الخضراء. كل ما يجيب لي راجل لوبيا خضراء، كاينه كميه نحتفظ بها في الكونجيلاتور وكميه نرقدها بهذه الطريقه. وعندي ثاني راح نشارككم من هنايا السفرجل، جبتو لي صاحبتي من عين دفله ربي يحفظها، خدمته كونفيتور وخبيته في الكونجيلاتور. راح نشارك معكم واش درت به. بسم الله على بركة الله. عندنا هنايا لوبيا مشطو عادي، نقطعوها شوية صغيرة قسمة تهزها لنا الفرشيطة. انا هنا راني فورتها ليلة من قبل ودرتها، خليتها في الكسكاس تاعها وحطيت عليها حاجة ثقيلة وخليتها تستقطر مليح مليح من الماء اللي كان فيها، يعني لازم تنشفوها مليح من الماء اللي فيها. ومن بعد نجي نوجد الدرسة اللي راح نديرها. استعملت هنا فلفل حار، درت جوابات تاع فلفل حار، تقدروا ديروا اكثر من ما درت انايا. وجبت هنايا نص ربطه تاع معدنوس. انا اللوبيا مشطوره عندي هنايا حوالي كيلو ونص، درت معها الفلفل، هذه درت 3 جواوات تاع فلفل حار، ودرت نص ربطه تاع معدنوس. قد ما ديروا معدنوس قد ما تجيب لينا، تقدروا ديروا ربطه كامله تكون خضراء وجديده. الخضار اللي راح نستعملوها في الدرسة كامل قطعوهم بالموس، بالكم ترحوهم في الروبو، ما نحتاجوش تطلق لنا الماء هذاك تاعهم. سمع على هذه نستعملوا الموس، نقطعوهم رقيق. هنا راح نستعمل ثوم، عندي 4 سنات كبار تاع ثوم، راح نزيدهم للخليط نتاعي. فرفشته في سكرفاش في هذه الرقيقة. من بعد جبت 2 حبات جزر كبار. الكميه تاع الخضره كيما نتوما حبيتو ديروها، يعني واش حبيتو ديرو في وسطها ديرو. تقدروا تستعملوا ثاني فلفل حلو تقطعوه ديكوب رقاق وتزيدوه معاهم. انا هنا زدت معها شويه تاع انا راح نجيب البول هنا الكبير وراح نخلط فيه المقادير هذه. راح ندير هنايا نكيل اللوبيا جاتني حوالي 3 كيلات، كل 3 كيلات تجيهم كيلة من هذيك الدرسه. اي كيل نستخدمه بنديرو به العبار هذاك هو. انا هنا درت لي 3 كيلات وزدت عليها كيلة من الخليط هذاك اللي درته تاع المعدنوس والفلفل والثوم. ومن بعد راح نزيد له هنايا 3 مغارف من عصير الليمون. هاكم تشوفوني هنايا عصرت القارص، راح نزيدو للخليط مع مغرف كبيرة تاع طماطيش كونسيرف. راح ندير هنا ثاني 3 مغارف تاع زيت 6 مغارف تاع زيت زيتون. انا خلطت ما بين زيت زيتون وزيت العاديه. والملح درت مغرف صغيره تاع ملح. حركوا مليح وذوقوا، اذا كانت خاصه قارص زيدوا لها، اذا كانت خاصه ملح زيدوا لها، واذا كانت خاصه زيت زيدوا لها. نحركوها مليح مليح. كما في ذي المرحله تلقاو بلي مدت ديجا الريحه هايله، الريحه تاع القارص وزيت الزيتون والفلفل ديجا تشهي، تفتح الشهيه باش تاكلوها. ومن بعد جبت هنايا بلارات اللي كنت غسلتهم مسبقا ودرت فيهم ما يغلي وسكرتهم خليتهم حتى نبردوا. ومن بعد نشفتهم، تنشفوهم غير هكذاك، تحطوهم فوق البوطاجي حتى ينشفوا، ما دير لهم حتى حاجه. من بعد تجي هنايا نكدس الفاصوليا. كاين اللي يقولوا لها ثاني مكدوس الفاصوليا كيما السواره، يستعملوا لها المكسرات، يزيدوا لها الجوز ملحي. انا هنا درتها سامبل غير باللوبيا وتجي بزاف بنينه. واش ديروا هذه ديروا بها ان اكومبانيون اكومبانيومون، زعما ديروا سالاد ديروا فيها، ديروا الروز ديروها اكوتي مع الروز، تجي بزاف بنينه، ولا اللحم ولا اي حاجه. انا هنا نحيت كونتيتي صغيره راح نوري لكم فيها في الطبسي. ومن بعد والباقيه نجيب الزيت. انا هنا درت زيت العادي، عمرت البلارات تاعي، ومن بعد زدت لهم غير شويه تاع زيت زيتون. اذا كان عندكم زيت زيتون وتحبوا تستعملوا زيت زيتون ديروها كامل زيت زيتون، واذا كنتوا حابين تستعملوا غير الزيت العادي ديروا زيت العادي. واذا درتوا كيما انا خليط لا بس بها نورمال، تقدروا ديروا خليط. نغلقوهم مليح، ندير لهم سلوفان وندير لهم اغلاق، نتاكدوا باللي ما فيهمش الزجاجات هذوك اي كسر من الفوق ولا من تحت، ما فيهم حتى شق. وهذوك لي بوشون تاكدوا بلي راهم يتسكروا مليح. درت هنا فوطه في كسرونه ودرت في وسطها هذوك البلارات اللي كنت غلقتهم محكما باحكام،
ومن بعد زدت عليهم الماء وخليتهم يغليو مدة 20 دقيقة. كي بداو يغليو احسبوا لهم 20 دقيقة وسكروا عليهم. كي فاتوا غلاو قلبوهم على البوشون تاعهم، قلبوهم من جهة البوشون، حطوهم هكذاك، خلوهم انا نخليهم ليلة كاملة بهذه الطريقة. ومن بعد تاخدو تخبوهم في البلاكار ما يروح لهم والو. انا هكذا نخليهم ليلة كاملة ومن بعد نخبيهم في البلاكار تاعي. هنا نوري لكم لا سالاد، هنايا درتها مع الشمندر ولا البطراف، وتاخدو ديروها مع الروز، ديروها مع اي حاجه حبيتوها. تلقاوها تعود اللوبيا كيما دوكا في الشتاء ولا في رمضان توصل حتى 60 كيلو. انا هنا جبت لي صاحبتي سفرجل، نقيته مليح، نحيت له داك الوبر الفوقاني ودرتو في بيكربونات، الماء وبيكربونات، مغرف كبيره تاع بيكربونات وشويه تاع خل. نحالي الميكروب تاعو هذاك اللي من الفوق ولا اي حاجه اللي تكون زعما مضره. انا مانيش رايحه نحي القشره باش تشد لي الحبه تاعي مليح. تحبوا تنحيوها بهذيك القشره تاع البطاطا تنحوها بكل سهوله. نحي لها العلف نتاعها هذو، نحي لها الشوائب اللي فيها ونقطعها. العلفات هذوك تلاحظوا بلي كاينه جيلاتين فيهم. اذا تعرفوا لا بيكتين هي جيلاتين طبيعيه جايه من الفواكه. هذيك لا جيلاتين تستخدم من حبوب تاع السفرجل، من حبوب تاع التفاح تاع التشينا، هذيك تستخدم منهم لا بيكتين هي لا جيلاتين. وما من القشره هذه تاع السفرجل ثاني راها فيها نسبه من لا جيلاتين، سما هذه جيلاتين طبيعيه نباتيه. انا راح نحتفظ بشويه هنايا في الكونجيلاتور، قطعتهم هكذاك دي ترونش، راح نديرهم في ذي العلبه، ندير لهم عصا تاع قارص، نسكر عليهم العلبه هذه ونحطهم في الكونجيلاتور عادي. راح نجبدهم ان شاء الله لحب ربي ولحيانا ربي في رمضان. واذا كش ما جاني ضيف وحبيت ندير سلطه طاجين حلو راح نلقاها. والبقيه قطعتهم هنايا مربعات، واخرين درتهم دي ترونش ثاني دي لاميل. جبت هنايا عندي هنا حوالي كيلو تاع سفرجل، درت معاه رطل تاع سكر وراح نغطيه بالماء. راح نديرله حوالي من لتر الى لتر ونص. انا نحوس يبقى لي لهذاك لا جولي تقعد لي في الخليط. في المنسمات ما درتش فريمون، درت غير قرفه في هذه المرحله. كما تلاحظوا انا كي نعود نقي في السفرجل ندير له القارص باش ما يكحليش. وهنايا كي جيت نغليه خليت له هذاك القارص، درت له برش تاع قارص وخليته يغلى في وسطه. تخليوه يغلي. كي يبدا يدير لكم ليكيوم هذيك كاينه عسوس جربت هذه الخطره، ديروا فيها شويه تاع زبده راح تروح لكم ليكيوم، هذيك الرغوه الفوقانيه راح تختفي. وحنا رانا غاسلينه مليح ما راح يروح له والو. وهنا هذولي درتهم دي لاميل. ونسيت ما ذكرتش رانا نديرو هنا الزريعه تاعنا ثاني تاع السفرجل باش الماء هذاك اللي يجي شربات اللي تجي معاه تجي ليفيي، يعني تجينا عاقده. هنا ثاني درت حوالي كيلو واحد اخر، زدت عليه رطل تاع السكر وعمرته بالماء ونخليهم يغليو مليح. لا راح يدي لكم مده هكذاك في الغالي، خلوه حتى يغلي مليح ويطيب لكم جيدا. اذا حبيتوه طايب بزاف تقدروا تخلوه حتى يتكرمل، ولا كيما انا ما طيبتوش بزاف غير كيما هكذا. شوفوا اللون اللي داه لي لون هايل. كيما هذو اللي درتهم مربعات درت لهم نكهه تاع القرفه، واللي درتهم دي لاميل ما درت لهم والو. هنا كيما راكم تشوفوا تبان لكم باللي الشربات راها ميها بصح راها عاقده. هزوا غير من غرفه حطوها في كاس يكون ولا في صحن يكون بارد، راح تشوفوا باللي راهي عاقده. شوفوا واش خرجت منها لي كونفيتور، خرجت من هذيك لا جولي تقدروا تستعملوها كناباج فوق المسكوتشو مع الحلويات تاعكم، ولا تتناولوها كمربى. اما بالنسبه للعمل نفس الشيء، طيبتهم ثاني خليتهم حتى نغلاو مليح وتكرملوا لي شويه، وهذه النتيجه نتاعهم النهائيه. جو بزاف بنان. انا نحبهم هكذاك يكونوا شويه شادين رواحهم. اذا حبيتوهم اكثر من هكذا تقدروا طيبوهم اكثر. وهذيك لا جولي شوفوا راها عاقده وهايله، تقول عسيله عسل كيما نتوما. ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. اللي قاعد معايا حتى دركا
درنا لايك. وهذه هي النتيجة تاعي النهائية. شوفوا لا جولي كي راها عاقدة. كل ما يجيبوا لكم شويه حاولوا تخطفوا وديروا بهم حاجه. دركا وقت السفرجل واللوبيا راه رخيصه، راه ب7000 كيلو. اغتنموا الفرصه. الى فيديو قادم ان شاء الله. سلام.